انا هو داك مسخوط الوالدين اللي تزوج بختو من لحمه ودمه، وفي الاخر غيتادوا بزاف د الناس من غلطه حنا ما درناهاش. كنت ديك الساعه كنقرا في السابعه، وكنت كنحماق على بنت عمتي. كل ما كنزيد نكبر وداك الحب كيتزاد كتر وكتر. وصلت للباك وقررت نصارحها بانني كنبغيها، حيت كنت ناوي معاها المعقول، وديك الساعات انا بغيت نمشي نكمل قرايتي في امريكا. فعلا صارحتها وتقبلت حتى هي الامر، ودخلنا انا وياها واحد العلاقه اللي دامت 6 سنين. كنا كنحماقوا على بعضياتنا بهاد معنى الكلمه. صافي كنت كنمشي انا لامريكا تنكمل قرايتي، وفي الصيف كنرجع للمغرب كندوزو مع العائله. هي كانت خرجت من القرايه وجلسه غير في الدار، وبحكم اننا كنا تنحماقوا على بعضياتنا كان هذاك العام الاخر عندي في القرايه، وكنت عوال نهبط للمغرب صافي ونتزوج بها ونرجعها معايا لامريكا. وفعلا رجعت للمغرب وقلتها للوالد ديالي، عجبو الحال وقال لي ما غاديش نلقاو حسن منها. ولكن ماما ما تقبلاتش، ما فهمتش علاش. قلت لها علاش ما بغيتيش؟ ما بغاتش تجاوبني. قلت لها صافي بغيتي ما بغيتيش انا غادي نتزوجها، لانها هي اللي اختاريت وانا كنحماق عليها. ديك البنت اللي كنت كنبغي كانوا الوالدين ديالها توفاو بجوج بيهم في واحد الحريق، الله يرحمهم، وهي كانت جالسه عند شي ناس. صافي هي هذيك كنحاول نقنع في ماما، كل نهار كنجبد معاها الموضوع ما بغاتش، رفضت واحد الرفض نهائي، كتغوت وكتقول لي الا تزوجتيها غادي نسخط عليك. صافي قلت لها انا كنبغيها وكنموت عليها وهي اللي غادي ندي. ما عجبهاش الحال، مرضات بزاف وما حضرتش العرس ديالي انا وياها. صافي تزوجت بها، مشينا الميريكان، تهليت فيها، درتها تاج فوق راسي، ولدنا 2 وليدات توام، وكانت الحياه بيناتنا زوينه بزاف. ومن بعد 7 سنين ديال الغربه، واحد النهار عيطوا ليا وقالوا لي ماما كراها كتموت وبغات تشوفك ضروري. صافي رجعت انا ومراتي ووليداتي، وفعلا لقيت الوالده مريضه بزاف طايحه في الفراش. نط ديتها للسبيطار، قال لي الطبيب غير دي المراه لدارها. صافي جبتها، تزاد عليها الحال. واحد النهار كنا جالسين مجموعين، ناضت قالت لكل شي خرج وقالت لي بغيتك انت، بغيت نهضر معاك ضروري. المهم كل شي خرج، بقيت غير انا جالس معاها، وهي تقول لي واحد اللحظه ولدي بغيتك تسمح لي. قلت لها الوالده علاش نسمح لك؟ بالعكس انت قريتيني وصلتيني لاعلى المراتب، الحمد لله دابا انا في داري ووليداتي، بالعكس راكي درتي الواجب وكثر على الوالده. وهي تقول لي لا ولدي راه كاين شي حاجه ما خطر. صافي تفاجأت، بقيت كنشوف فيها، قلت لها كيفاش الوالده ما خطر؟ قالت لي راه انت وبنت عمتك راكم خوت. بديت كنضحك تنقول لها الله يهديك امي انت واش عارفه اش كتقولي؟ قالت لي بلي هي ما كتولدش، واللي بابا بغا يطلقها وبغا يتزوج عليها وهي ما بغاتش. وقالت لي في ديك الفتره كانت عمتك اللي هي امي الحقيقيه كانت حامله بيا، واتفقت معاها تعطيها الولد مقابل ديما تبقى تدور معاها وتهلا فيها، لان كانوا ناس ضعفاء وكانت حالتهم صعيبه. وقالت لي بان كذبت حتى على الوالد، قالت له راني كنت حامله وكانت كتمشي لدارهم بزاف حتى تتولد ديك السيده اللي هي امي وباش تعطيها الولد. وفعلا ولدات وعطاتها الولد. بقيت انا غير مصدوم، غير كنشوف فيها تنقول لها البدا واش كتقولي هادشي من عقلك؟ راه هادشي راه بزاف. بقيت مصدوم غير كنشوف، لدرجه هي كتموت ما قدرتش نشهد ليها، بقيت غير كنشوف فيها. بقيت نقول لها امي واش كتخربقي؟ صافي داك النهار عقلي غادي يخرج، وكان هذاك النهار هو اللي فين غادي تبدل حياتي، وغنفقد عائلتي وغادي نكره ولادي، ومن هنا كتبدا قصتي. صافي ملي عرفت الحقيقه من عند الوالده، وبانها ماشي هي امي الحقيقيه، وبان مراتي هي اختي من لحمي ودمي، صدمت واحد الصدمه ديال العمر. تمنيت انها ما قالت لي حتى شي حاجه، بانها ماتت ودات السر ديالها معاها. حسوا بيا راني كنتعذب. تخيلوا ان اختك من لحمك ودمك هي مراتك ووالد معاها، يا عباد الله والد معاها. داك النهار فاش ماتت ولا دمع طاحت من عينيا، ما بكيتش، غير تنخمم، حقدت عليها، كرهتها، وليت نكرهها بزاف بزاف بزاف. وفاش شافتني مرتي اللي هي اختي جالس كنخمم وجالس كنبكي غير بوحديتي، جات زعما بغات تواسيني، ولانها كانت نعمه الزوجه، كانت مرا طيبه وكانت كتعاملني مزيان. ولكني فاش عرفت الحقيقه عفتها، كرهتها. صافي بقات كتواسيني وقالت لي الله يرحمها راه كنا ليها. بقيت كنشوف فيها، قالت لي مالك كتشوف فيا؟ قلت لها بعدي مني بعدي مني. بقيت كنغوت عليا، ما فهمت حتى شي حاجه. صافي تقلقات وانا ندفعها، طاحت على راسها وبدات كتبكي وكتغوت. قالت لي انا ما درت لك حتى شي حاجه، اللي ماتت الله يرحمها علاش كدير فيا هاد الحاله؟ بقيت كنغوت عليها، قلت لها ما تعاوديش تقيصيني. هي صافي تصدمات، حيت عمري ما عملتها بحال هاد الطريقه.
ولكن والله ما الخاطري، ماشي الخاطره عباد الله، راه شي حوايج راه ما يتقبلهمش العقل. راه مراتي اللي هي اختي من لحمي ودمي، تخيلوا هاد القضيه راه ما يتقبلهاش العقل. ودازت 3 ايام مورا الموت ديال ديك السيده اللي كنت كنعتبرها الوالده ديالي. صافي بقيت على ديك الحاله، مرتي ما فهمت حتى شي حاجه. جات عندي عاوتاني كتواسيني، قالت لي اسمح لي الا درت لك شي حاجه غير قول لي عافاك، باغات غير تعرف. صافي قلت لها بعدي مني ما تعاوديش تهضري معايا. بدات كتبكي لان ما فهمت حتى شي حاجه. صافي بقينا على داك المنوال 3 شهور تقريبا، كنعس بوحديتي، ولادي ما كنهضرش معاهم، ما كنحاديهم ما حتى شي حاجه. هي ما بقات فاهمه حتى شي حاجه. هذا عباد الله ولادي من لحمي ودمي ولاو تيجوني غراب عليا، وليت نشوف فيهم واحد الشوفه ديال شي واحد ما كنعرفوش. صافي يا سيدي واحد النهار دخلت لبيت النعاس، كنلقى مراتي سابقاني ومقاده الحاله وكتسناني. صافي فاش شفتها هنا خرجتها وجريت عليها، قالت لي علاش كتجري عليا، واش انا درت لك شي حاجه؟ حيت هي مبقات فاهمه والو، حيت بحال هزيتي راجل وحطيتي راجل، تقلبت كليا. قلت لها خرجي عليا. قالت لي انا منشي من حقك هادشي، انا مراتك، وقول لي واش درت لك شي حاجه، علاش كتعاملني هكا؟ قالت لي انا مراتك، ما خارجاش حتى نحلوا المشاكل اللي بيناتنا اليوم. صافي شتينا هكاك دايره، قلت لها سيري راكي مطلقه. صافي تصدمات، هي ما عرفت تبكي ما عرفت تضحك. قلت لها غدا ان شاء الله نمشيو للمحكمه نفضوا هادشي. صافي بدات هي تتبكي وتتغوت وتضرب في حناكه، تقول لي مالك حقرتيني حيت ما عرفتيني ما عنديش والديه، فين غادي نمشي، اشنو درت لك؟ وفاش شتا في ديك الحاله بقات فيا بزاف، حيت ما تستاهلش حتى هي. صافي واحد الساعه قلت لها لبسي حوايجك وتبعيني، وعيطت حتى الوالد حتى هو، وجمعتهم بجوج بهم، جلستهم بجوج قدامي واضطريت نقول لهم الحقيقه، حيت صافي ما بقى وقت باش يتخبى هادشي. صافي عرفوا الحقيقه كامله. هي بقات مصدومه، ما عرفت لا تضحك لا تبكي. الوالد طاح من الصدمه، ديتو للسبيطار وجات واحد الحاله اللي صعيبه بزاف. هي بقات على ديك الحاله 3 ايام تقريبا، ما كتهضر ما كتدوي ما كتضحك ما دارت حتى شي حاجه، حيت صدمات واحد الصدمه خايبه نيت بزاف. صافي ولادي ضاعوا، انا ضعت، هي ضاعت، وهنا تقلبت حياتنا كاملين. من الصدمه الوالد ديالي جاتو نوبه قلبيه صافي، وكانت هذيك هي الاخر عليه. توفى الله يرحمه. هو مسكين ما دار حتى شي حاجه لا بيديه ولا برجليه، حتى هو براسو كتبات عليه ديك السيده اللي كانت تنعتبرها هي الام ديالي الحقيقيه. هو مسكين دار مجهود وقراني، صفتني الميريكان، وصلني لاعلى المراتب، ووافق انني نتزوج بنت عمي اللي هي اختي. تخيلوا سيادي يا عباد الله، اختك من لحمك ودمك، والد منها، ما عرفتي هذوك الولاد واش انت خالهم واش انت باهم. المهم الوالد توفى الله يرحمه، ولكن هي بقات على ديك الحاله، ما كتهضر ما كتدوي، حتى من الماكله بزز باش كتعطيها لخالتي. دازت شهرين وانا راه طلقت. هذيك الساعات واحد الليله حاولت تشعل فينا العافيه. صافي نت كنجري في الوقت المناسب وطفيتها، اما كره كنا تشوطنا. بقيت كنشوف فيها وهي كتضحك وتتغوت وتتبكي. بقيت انا مصدوم، تقول انا ياك انا مرتك، ياك انا اختك، لا مرتك اختك. تضحك وتقول لي هادو ولادي، لا لا ماشي ولادي، هادو ولادي ياك. وانا قلبي كيتقطع، حيت بصح حماقت. يحمق اللي ما يحمق يا سيدي، شكون يتحمل هاد الصدمه، شكون هادشي ما يتقبلوش العقل. ولادي مساكن ما بقاو فاهمين حتى شي حاجه، ما بقيتش كنديها فيهم، الشوفه هي الاخر ما كنشوفش فيهم. وليتي كنسمعهم كيهضروا ولا ينقصوا، كنوض كنعطيهم العصا، بقاو تيخافوا مني وبداو تيكرهوني، حتى هما غير كيشوفوني كيبعدوا، لدرجه تعقدوا. واحد النهار بنتي كانت جالسه معانا وشويه وهي كتشوف فيا، فاش درت شفت فيها تخلعات. انا كندور وجهي يعني باش تجي عيني في عينيها، ما بقاتش كتقدر تشوف فيا، وبقات غدا بشويه خافت لا نضربها. تعقدوا بزاف بزاف، قوه الضرب والضغط، واصلا تا هما مساكن ما فاهمين حتى شي حاجه. امهم صافي حماق، دخلنا للسبيطار د الحماق. هما سمحت فيهم عند خالتي اللي هي اللي بقات مقابلهم، وانا رجعت في حالاتي لان ما قدرتش نعيش معاهم. كنصيفط لهم الفلوس باش يعيشوا، كيعيطوا لي في التليفون ما تنجاوبهمش. مرضت في حياتي كلها تقلبات، جاني السكر، حالتي لا حاله، كل نهار كنتحرق نهار على نهار وكيموت فيا عرق بعرق. كنتعذب وحياتي ضاعت، وهذه هي النهايه ديالي.